السنوات الأخيرة لا تمحي من التاريخ شيء. هالفيديو احتراما وإنصافا لمسيرة كريستيانو رونالدو التاريخية، وهذا أبد ما له تقليل من الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. يا أخي من الآخر، في مقياس العظمة ليونيل ميسي هو أعظم وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. في تقديم المحتوى الرياضي لا مجال للعاطفة، بحكيها لكي لا يساء فهمي من خلال هالفيديو. هناك من قال مارادونا، وأنا بشوف ميسي هو الأفضل في تاريخ اللعبة. لما بدي أحكي رونالدو، بغض النظر إن كنت أفضل رونالدو أو ميسي، لازم أكون منطقي. هل تراجع مستوى رونالدو في آخر موسمين ينسينا من هو رونالدو؟ هل تحقيق ميسي لبطولة كأس العالم همش رونالدو؟ أكيد موضوع المقارنة بين رونالدو وميسي أضاف للمشجع العربي المزيد من المتعة والحب لكرة القدم. مللنا من موضوع التذكير أن رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم، وأن رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات، وأن إذا بدي أحكي عن رونالدو وعن إنجازات رونالدو وأرقام رونالدو بهالفيديو، راح يكون فيديو وثائقي ما راح يخلص بسهولة. ببساطة ما نسينا من هو كريستيانو رونالدو وما فعل في عالم كرة القدم وما هي إنجازاته. أكيد ما نسينا، بل تناسينا. من حقك تحب ليونيل ميسي، من حقك تشجع ليونيل ميسي، لكن مو من حقك تهين أسطورة تاريخية كرونالدو. حبك لميسي لا يعني كرهك لرونالدو. من أيام ما كان رونالدو مع ريال مدريد أطلق عليه بالمنتهي، وكثيرا ما ألجم الأفواه. وحاليا رونالدو ما عاد استطاع فعل الأشياء اللي كان يفعلها من قبل، وطبيعي جدا. اللاعب وصل لعمر 38 ولسه عم مستني منه يسجل لك 40 أو 50 هدف بالموسم. خلينا نكون واقعيين نوعا ما، لكل بداية نهاية، ورونالدو على أعتاب الرحيل عن كرة القدم كلاعب. نحن أمام نهاية حقبة جميلة في عالم المستديرة. من وجهة نظري تم ظلم كريستيانو نوعا ما لما بينحكى أعظم هداف فقط. أراه واحد من أعظم اللاعبين وليس أعظم الهدافين. ما كانت شغلته فقط تسجيل الأهداف. راوغ، أبدع، سجل، صنع، تألق، أمتع، طغى، تجبر، فعل كل شيء. كل الحب كريستيانو، وإحقاقا للحق ليونيل ميسي هو أعظم وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.